السلام عليكم. تعالوا بينا النهاردة هنعمل القرنبيط الكريسبي ومقرمش بجد تحفة جدا. هنعمله كمان بدون بيض، هيطلع معاكي طعمه مقرمش وحلو قوي. قبل ما نبدأ حطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. يلا نشوف وصفتنا. انا جبت هنا القرنبيطة، جبتها الحجم الكبير ده. انا طبعا مش هعملها كلها، هي كبيرة جدا. هنقطعها الاول بالشكل ده، كل ورداية كده لوحديها كده. تمام. طبعا انا هاخد اللي على حسب الكمية اللي انا عايزاها، وبعد كده هنشيل الباقي. بصوا بعد كده هنغسله. بعد ما غسلته بالشكل ده هنشيل كده القشر اللي بتبقى من فوق بالشكل ده، علشان بتبقى ناشفة معانا بالشكل ده كده. تمام. هتعملي طبعا الكمية كلها بالشكل ده. في الوقت ده هكون مسخنة الحلة تسخن كده كويس، فيها مية سخنة كده. تمام. خلصت الكمية بتاعتي. هنا طبعا الحلة سخنة على النار، هنحط فيها معلقة كبيرة من الملح، وهنحط فيها معلقة صغيرة من الكمون، وهنحط القرنبيط بتاعنا لحد ما يتسلق معانا. هيقعد معانا على النار حوالي كده من 5 دقايق ل7 دقايق زي المكرونة بالظبط. هتحطي طبعا الكمية بتاعتي كلها او شوية شوية كده. تمام. لو حابة تغطيه غطيه علشان يسلق معاكي بسرعة كده. تمام. اخد معايا لمدة 5 دقايق او 7. هنطلعه في مية بتلج او مية ساقعة بالشكل ده كده. تمام. خلصت الكمية بتاعتي. هنتخلص من المية. بعد كده هنيجي هنا نجهز التتبيلة بتاعتنا. هنحط هنا 1.5 كوباية من الدقيق. بعد كده هنحط هنا شبت وبقدونس وكزبرة، ضربتهم كده كويس في الكبة. وهنا هنحط كمون وملح وكزبرة وفلفل اسود وبودرة ثوم وبودرة بصل. وهنحط كمان سنة صغيرة من الكركم علشان تديكي لون حلو. وكمان هنحط معلقة كبيرة من البيكنج باودر، اهم حاجة علشان القرنبيط بتاعك يفنش معاكي ويبقى مقرمش وكريسبي. وهنحط ربع كوباية من النشا. هنقلب كده الخليط بتاعنا كده كويس. بعد كده هنقسمه في طبقين بالشكل ده. اول بولة هنا هنحط فيها 1.5 كوباية من المية. عايزين هنا القوام بتاعها يبقى سايب شوية، ما يبقاش تقيل معانا القوام. هنقلب كده الخليط بتاعنا. اهم حاجة تظبط الملح بتاعك كده. تمام. الخلطة جهزت معانا. بعد كده هنجهز هنا القرنبيط بتاع اللي احنا سلقناه. هنحطه في الاول خلطة العجين اللي احنا عملناها. بعد كده هنحطه في خلطة الدقيق، هنغلفه كده كويس كده. تمام. شايفين الشكل بتاعه؟ هنحطه كده شوية. بعد كده طبعا انا هعمل الكمية كلها بتاعتي بنفس الطريقة دي. هنغمسه الاول في العجين، بعد كده هنحطه في الدقيق كده، غلف كده ياخد تغليفة كده. تمام. اهم حاجة تخلي بالك من الخطوات، مهمة جدا علشان تديكي قرمشة. بصراحة التتبيلة دي طعمها حلو جدا، جربيها ومش هتبطلي تعمليها بالطريقة دي كده. تمام. جهزت معانا. طبعا عملت الكمية كلها بتاعتي بنفس الطريقة دي. هنسخن هنا طاسة على النار تسخن كويس. تسخن كده، وبعد كده هنهدي النار عليها بعد ما تسخن علشان يديكي قرمشة ويستوي براحته. هنحط هنا القرنبيط بتاعنا، هنهدي النار عليه وهنسيبه براحته كده لحد ما يحمر كده معاكي كده. تمام. كل ما تسيبيه على النار هياخد قرمشة ولون كمان جميل جدا. شايفين بعد ما احمر معايا اخد لون جميل جدا. هتقلبيه وهنسيبه براحته كده لحد ما ياخد لون ويتقرمش معانا. هنا النشا هي اللي بتديله القرمشة. وكمان البيكنج باودر بيخليه يبقى هش معانا، ما يبقاش مكتومة العجينة.
بعد كده هنا كمان انا جربت احط في صينيه في الفرن. هنجيب هنا صينيه تكون مدهونه كده معلقه من الزيت للناس اللي عامله دايت، وهنحطهم في الفرن. بس اهم حاجه في الخطوه دي لو انت حابه تحطي في الفرن ما تسقطهوش في الدقيق، ما تعمليش الخطوه الاخيره. طبعا انا سخنت الفرن وحطيته. بعد كده خلاص بعد ما حمرتها شايفين اللون بتاعها. طبعا هتسيبيها تحمر براحتها، تقلبيها كده من الجناب علشان تاخد لون معاكي حلو وقرمشه كده. تمام، خلصت الكميه بتاعتي. شايفين هنقدمها بصراحه قرمشه تحفه جدا. هسمعكم، بصوا حلوه قوي قوي مقرمشه، وكمان الولاد حبوها جدا، ما كانوش اصلا بيحبوا القرنبيط، فلما عملتها بالطريقه دي حلوه جدا. بعد كده هنحط هنا على الوش بقدونس. هنشوف كمان هنفتح واحده مع بعض. شايفين مستويه معايا والسوا بتاعها مظبوط جدا. بعد كده هنجيب القرنبيط اللي طلعناه من الفرن. شايفين بصراحه حلوه جدا، بس اهم حاجه الخطوه بتاعه الدقيق ما تعمليهاش، يعني تحطي في التتبيله بتاعه العجين، وبعد كده تحطيه في الصينيه وعلى طول على الفرن، هياخد لون جميل جدا معاكي وكمان مستوي وطعمه حلو جدا كده. خلاص شايفين تحفه جدا والطعم كمان حكايه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تبخلوش على تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.